السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد. بس قبل الفيديو نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير من اخر فيديو نزلته معاكم. طبعا زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله البط عندي زي الفل. فالنهارده هنعمل مع بعض معلقة سحرية كده من البيت، بجد حلوة جدا جدا، فوائدها حلوة جدا جدا. فبالمعلقه ديت بجد هتفرق مع البط بتاعك، وهتخليه يوم وبيومين، وهتخليه معاكي يشتغل وزن، وفي نفس الوقت فتح شهيه ومطهر معوي. مطهر معوي طبيعي وحلو جدا جدا لاي طيور عامه. تمام. وكمان بيشيل اي التهابات معويه كده في الامعاء. فطبعا زي ما انت شايفه كده بجد حلو جدا جدا البط عندي. فانا بقى ايه في السن ده عايزه يشتغل معايا وزن وياكل كتير، يسحب في الاكل. فطبعا لو انت عندك البط بتاعك ما بيسحبش اكل يعني وما بياكلش، فاعملي الوصفه ديت او اعملي المعلقه السحريه بتاعتنا دي النهارده. اعمليها كده مره في الاسبوع، بجد هتفرق مع البط بتاعك، وهتعالج البط بتاعك من اي مشاكل عنده، مشاكل معويه، فتح شهيه. طبعا في نسبه بيقتل البكتيريا الضاره، وفي نفس الوقت بينشط البكتيريا النافعه، وفي نفس الوقت منشط الدورة الدموية. فحلو جدا جدا بجد. المعلقة دي فيها حل مشاكل كتير عند البط بتاعنا. فبإذن الله المعلقة دي لو عملتها زي ما انا قلت لك هتفرق مع البط بتاعك، وهتخليه ياكل كتير. وفي نفس الوقت لو عنده اي مشاكل كساح، اي مشاكل في العظم، في التهابات في المفاصل عند البط، فكل ده المعلقه بتاعتنا ديت هتداوي الكلام ده كله. بجد ما تستهونيش بالمعلقه اللي احنا هنعملها ديت، فبجد بتفرق معانا. فزي ما انت شايف كده طبعا. وفي نفس الوقت لازم ننوع برضو للبط بتاعنا من الاكل، عشان ياخد كل الغذاء او كل الفيتامينات اللي في الاكل بتاعنا. يعني ما تاكلوش اكل معين تقولي بقى هاكله ذره على طول على عيش بس. يعني ما تمشيش على اكل معين عامه. يعني كل واحد بياكل حاجه وبيمشي عليها يوميا. لا، انت غير لهم في الاكل، هات لهم ربطة كرات، ربطة بصل اخضر خرطها لهم، ربطة جرجير على الاكل مرة. اي اكل عندك برضو بواقي ابتدي ان انت دربوهم كده مع العيش ومع السرس. برضو معانا رده، معانا كزب. يعني تشكلي لهم ما شاء الله هيشتغلوا معاكي لحم وهيشتغلوا معاكي وزن. فبجد لو انت نوعت لهم حلو جدا جدا. وما تستهونيش بالحاجات اللي هي الخضروات. وطبعا برضو لو حابه برضو تجيبي لهم بصله كده تخرطها لهم كده بالسكينه او بالمبشره بتاع البصل بتاع الخضره، يعني تبتدي انت تبشرها لهم. حلوه جدا جدا، بتفرق مع البط، بتفتح شهيته. فما تستهونيش بالحاجات دي، بتخلي معاكي البط ما شاء الله زي الفل. زي ما انت شايفه كده طبعا. بقى ايه، انا قلت اجي بقى ايه افطرهم كده، فطلعت بقى على السطح. فانا بقى ايه احط لهم كده معايا عيش ومعايا سرس ومعايا اكل بواقي كده من الاكل. واي خضره بقى ايه باقي عندك بقى دبلانه في التلاجة، اي حاجه دبلانه ما ترميهاش، استفادي منها وحطها للطيور بتاعتك. في نفس الوقت بتوفر ليكي، وفي نفس الوقت بتدي غذاء وفيتامينات. يعني الخضروات ديت بيبقى فيها نسبه حديد عاليه، فهتفرق معانا مع البط. طبعا الصوت اللي انتوا سامعينه ده طبعا الحمام. يعني الحمام برضو لسه ما فطرتهوش، فهفطره دلوقتي. وهم يعني ايه، فقلت بقى ايه يعني اتكلم معاكم شويه واقول لكم برضو شويه معلومات كده عن البط. تعالى بقى ناكل الحمام مع بعض، وبعد كده نرجع للبط بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده جبت لهم بقى ايه كسر كده. كده
زي ما انتم شايفين كده بقى ايه، حبيت ان انا اكل الحمام بتاعي، فما شاء الله عندي زي الفل. اهم حاجه انت يعني انتبهي للحمام بتاعك في التهويه، ولو انت حابه ان انت تعملي مشروع كده زي ده بجد حلو جدا جدا، حلو في بيتك وفي نفس الوقت كله مربح. فطبعا ده الحمام بتاعي بقى، قلت افطره كده معاكم برضو. فعايزاكم كده تشجعوني لو انتوا حابين ان انا اعمل لكم فيديوهات عن الحمام. يعني انا ممكن ما بعمل لكوش فيديوهات قد كده عن الحمام، بس اهم حاجه الاهتمام، وطبعا تغيير في الاكل برضو. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده. تعالوا بقى نشوف ايه. طبعا احنا كده فطرنا الحمام بتاعنا وحطينا له دش كده وسط، فهبتدي بقى ايه احط للبط بتاعي الاكل. تعالوا نشوف المعلقه السحريه بقى اللي احنا هنحطها للبط، ونسيب الحمام بقى ايه يفطر كده براحته. تمام، ده بقى الحمام بتاعي اهو، ما شاء الله ما شاء الله. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم، بس اهم حاجه اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا طبعا. وعايزاكم كده دايما تشجعوني وتشجعوني كده باللايك بتاعك الجميل عشان افضل مستمريه معاك. كده بقى ايه، جينا للبط بتاعنا هنحط بقى الاكل برضو، نفطر برضو البط بتاعنا ونشوف كده، نحط له الاكل كده ونشوف بقى معانا المعلقه بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها وازاي هتفيد البط بتاعنا. فزي ما انتم شايفين كده بدات اللي انا بقى حطيت له كده افطر البط بتاعي. فطبعا بقى حطيت لهم عيش على سرس على بقى شويه اكل بواقي كده من عندي، كان خضره دبلنا عندي، طماطم يعني بواقي كده من الاكل. فزي ما انتم شايفين كده طبعا بنوع لهم في الاكل. لو وقت ما بلاقي اكل باقي عندي ببتدي ان انا احط لهم كده احط لهم من الاكل الباقي. لو ما فيش عندي اكل ببتدي ان انا بقى ايه احط لهم كزبه على رده على الحاجات دي. تمام، فكده بيوفر معايا وفي نفس الوقت بيستفاد معايا من كل وجبه انا بحطها للبط بتاعي. فتعالوا بقى نشوف المعلقه السحريه بتاعتنا على ما هم يفطروا كده، وبعد كده بقى ايه نحطها لهم. اهم حاجه ما تنسليش اللايك ولا الاشتراك فضلا وليس امرا، والكومنت الحلو بتاعك عشان تفضلي دايما كده مشجعاني بالاستمرار بتنزيل الفيديوهات معاكي دايما. زي ما انتم شايفين كده طبعا بقى جبت لهم الميه اهيت، وطبعا معانا معلقه كده ما شاء الله بجد كلتها فيها جميع المشاكل اللي عند البط بتاعنا او اي مشاكل عند الطيور. طبعا زي ما انتم شايفين كده الحمام خلص اكل في الاوضه بتاعته كده، وبدا يجي ياكل ايه حوالين البط بتاعنا. فتعالوا بقى نحط المعلقه كده على الميه عشان يشربوا منها كده ويستفادوا منها. وطبعا لازم ما تشربيش البط بتاعك ولا تاكليه الا لما تعملي الوصفه بتاعتك حوالي ساعه يعني، او تفطريه زي ما انا كده بدات اللي انا حطيت له كده. يعني ما كانش لسه كان اي حاجه خالص، لسه بيبتدي اللي هو يفطر. فعشان يستفاد من الميه او يستفاد من المعلقه بتاعتنا ديت يشرب الميه كلها ما تتبقاش تبوظ يعني. تمام، لان ما بيبقى في ميه كتيره البط ما بياكلهاش فما بيشربهاش قصدي، وطبعا بقى ما بيستفادش منها. طبعا بقى ده معلقه كركم حلوه جدا جدا لاي طيور عامه، للحمام او للفراخ او للبط. فبجد اعتمدي المعلقه الكركم ديت حلوه جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده طبعا انا مش مكتره ميه، حوالي رتل ونص اهي على معلقه من المعلقه الكبيره دي. بجد حلوه جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده هيبتدوا بقى اللي هم يشربوا منها. بجد هي حلوه جدا جدا، منشط لاي طيور ومنشط للدوره الدمويه، وفي نفس الوقت بتعالج اي طيور عامه. لو عندك تساقط في الريش فيها مضاد حيوي، فبجد حلوه جدا جدا زي ما انا بقول لك كده. وبتشيل اي التهابات كده في المفاصل عند البطه او لو عندها كساح. فاعتمدي المعلقه ديت بجد سحريه، بتعالج اي مشاكل عند الطيور وفي نفس الوقت بتقتل اي بكتيريا ضاره، وفيها بتقوي جهاز المناعه ومضاد لاي وفي نفس الوقت بتحميهم من اي برد يجيلهم.
وفتح شهية، ومفيدة جدا جدا لجهاز التنفس ومنشط للطيور وبتساعد على الهضم. فيا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم كده النهارده وتكونوا استفدت مني بأي حاجة، ويا رب كده ينول إعجابك. أهم حاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك في قناة وناس أمرا. مع السلامة، ما تنسيش اللايك.